ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا القناه اسمي سنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل كده فضلة خيرك بطاطس كده بالكفته بالطماطم بالفلفل الالوان ورز بسمتي كده. ما اقولكيش تعالي نبتدي في الفيديو على طول بدل ما اقعد اقول لك الحلويات دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. ادي كده يا ست الكل معايا الكبه بتاعتي. هجيب ده بقدونس، حلو الكلام، نضربه قبل ما نحط اي حاجة عشان يبقى ناعم معانا. دي مش كل الربطة، انا عاملة 400 جرام بس من اللحمة بتاعتنا، لحمة مفرومة يعني. نضربه في الاول. ادي كده ست الكل، نشوف شايفة ناعم معانا كده. بعد كده نحط البصلة، دي بصلة كبيرة الحجم، ونضرب. وبعد ما ضربنا البصل يا ست الكل كده، ده تقليبه كده بس. لو عندك فلفل احمر سبايسي حطيه، انا ما عنديش فهحط دي رومي اصفر، حتى ما عنديش احمر رومي يعني. احط الطماطم عشان تديها طراوه، ونضرب تاني. ست الكل دي لحمه ما فيهاش اي دهنه، دي 400 جرام من اللحمه. نحط الخليط الحلو ده مع بعض. عايزين البهارات بتاعتنا يا ست الكل. عايزين ملح، والملح طبعا على حسب ما كل واحد بيحب. عايزين فلفل اسود، وعايزين 7 بهارات. وانا هحط من عندي البهار التركي بس كده. ويلا نلخبط الحاجات الحلوه دي مع بعض. ادي كده يا ست الكل ظبطت الملح بتاعها، نحطها في التلاجة نريحها شوية ونشوف الخطوة التانية. خليكي معاي ما تروحيش اي حتة. ادي كده يا ست الكل انا معاي بطاطس قطعتها بالشكل ده، شايفاها يعني، لا تكون سميكة خالص ولا تكون رفيعة خالص. المهم ادي كده يا ست الكل هنحط شوية فلفل اسود وملح ومية. نفتح الفرن على اخر درجة حرارة عشان بس نخليها نخليها نص استوى. انا هجيب الصينية ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما تمشيش اي حاجه. ادي كده يا ست الكل معايا الصينيه بتاعتنا نحطها كده. نحاول يعني نوقفها، مش عارفه هتقف ولا لا. بعد ما رسينا البطاطس كده الميه دي عشان تخلي معانا البطاطس تستوي نص استوى بس، ندخلها الفرن على درجه عاليه. ادي كده يا ست الكل بعد ما الكفته ريحت معانا، ونستنى البطاطس لغايه لما تطيب معانا. انا نسيت صح، قبل ما احط البطاطس مع الملح والفلفل والميه تحطي زيت زيتون او زيت نباتي رشه كده عشان تطيب. انا حطيتها في الاير فراير، كل شويه بمشي اقلب فيها عشان اتاكد كلها طاب. هذه دي الكفته بتاعتنا. انا هستعمل القالب ده بس انت ممكن يعني تبططيها عادي. انا قلت استعمل ده، خليها كده وهنحمرها نديها تشويحه بس في الطاوه بتاعتنا. مش هنخليها تطيب لان هنحط ده كله الحاجات الحلوه دي في الفرن. اخلص الكميه كلها وارجع لكم. ادي كده يا ست الكل جبنا الطاوه، حطيت فيها شويه زيت. نجيب الكفته بتاعتنا، انا ريحت شويه تاني نحط. عايزين نصدم الكفته بتاعتنا مش نطيبها. هنا نقلب بالراحه، مهم تمسك نفسها عشان ما تتفتش معانا. وانا جبت صحن عشان اطلع فيها بعد ما تاخد الصدمه بتاعتها، واكمل باقي الكميه كلها وارجع لكم. هنا نطلع الكفته بتاعتنا، واللي ما اصطدمتش يعني نصدمها تاني. دول مقولكيش على الريحه فظيعه، لسه هي ما خلصتش. هنا نطلع خلاص كده الكفته بتاعتنا في صحن فاضي، ونكمل باقي الكميه بتاعت الكفته كلها. برضو البطاطس جاهزه وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ادي كده يا ست الكل معايا الصينيه بتاعتي. شوف هو مفروض تبقى كده، بس انا البطاطس بتاعتي اتحرق يعني، ما اظنش هتثبت يعني كده اهو. فاهمين قصدي؟ كده اهو، وبطاطس ولحمة بتاعي، طماطم وبطاطس ولحمة. المهم لغاية لما نخلص كله الطريقة دي. والطماطم برضو تقطعيها كده يعني ما تكونش عاملة شديد. ادي كده ست الكل بعد ما حطيت نحط الطماطم بتاعتنا كده اهو. بعد كده نجيب البطاطس بتاعتنا ونجيب الكفتة بتاعتنا. ادي كده نعمل الصوص اللي هنحطه فيها. ادي كده يا ست الكل انا عندي طماطم دي جاهزة. انت ممكن يعني تضربي طماطم وتسبكيها، دي اصلا جاهزة عندي. هجيب مية واحط المية، حلو الكلام. وانا جايبة ممكن تحطي بابريكا، انا حاطة البهار التركي وشوية من الفلفل الاسود والملح على ذوقك، وزيت زيتون او زيت نباتي اللي تحبيه، ودبس رمان. نقلب الحاجات الحلوة دي كلها نحطها على الصينية بتاعتنا. انا هعمل جنبه رز باسمتي. انتي ممكن تعملي بالشعرية، انا ما عنديش شعرية، هعمل رز باسمتي عادي.
ادي كده ظبطت الملح بتاعنا، وانا حطيت ملعقه صغيره من السكر عشان الحموضه بتاعت الطماطم. حطي كده، ولو عندك بصل صغير حطيه هيطلع حلو في الوصفه دي، بس انا ما عنديش بصل صغير. ممكن نحط فلفل الوان، انا عندي. ادي كده حط كده بس، شايفين؟ نديها منظر. انا هغطيها واحطها في الاير فراير، مش هحطها في الفرن. ادي كده يا ست الكل معانا الحلويات دي. عارفين الفيلم بتاع الفار اسمه ايه، تروتور ولا ايه حاجه زي كده؟ شايفين عامل كان الصينيه دي، المفتش اللي جاي يشوف المطعم جنبه رز زي كده حبه بحبه، وده الصوص ما اقولكيش ريحتها رهيبه وطعمها حلو، وندوب مع بعض. ايه رايكم؟ فظيعه بصراحه، الوصفه حلوه خطيرة خطيرة. لو عملتيها هتعمليها دايما، ومتشرفة برضو تعمليها في عزومة، يكون عندك عزومة كده وتعمليها، ما اقولكيش خطيرة خطيرة. فادي دي كانت الوصفة بتاعتنا يا ست الكل. اتمنى لو الفيديو عجبك ان انتي تجربي الوصفة دي وتكتبي لي في كومنت حلو، هل انتي بتجرب اي وصفات من الوصفات اللي انا بعملها ولا لا. لغاية لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله.